نلقي الضوء أثناء حوارنا مع سعيد على أهم إنجازاته في مجال خدمة قضايا ذوي الإعاقة والنشاط الفعال اللي بيقوم به. هو قيام سعيد المتولي ببحث شامل على شبكة المعلومات الدولية بالإنترنت لجمع كافة تصريحات كل من الوزيرين الدكتور أحمد درويش والأستاذة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة، والتي أنتج هذا البحث عن وجود كم كبير من التصريحات الزائفة التي تعكس خللا كبيرا في البنية التأسيسية للدولة، وهو قيام الوزارات بعدم الاهتمام بتعيين المواطنين أو الاهتمام بهم وإطلاق تصريحات من عينة مشروعات تمويل مشروعات المواطنين ولكن لم تنفذ. سعيد خالد، عاوزين تتكلمنا عن الموضوع دوت باختصار وتحاول ان انت توضح العلاقة بين التصريحات وبين الواقع اللي انتم بتعيشوه، وايضا تكلمنا عن القضية اللي انت استطعت تحاكي زملائك على مستوى جمهورية مصر العربية لرفع على الوزراء من خلال المستشار ابراهيم صدقي. والله هو بالنسبة لموضوع القضية طبعا هي المشكلة ان رغم ان انا معايا تقدير عالي ومن العشرة الاول على القسم وحاجات كتير وليه اولويات كتير، ان الدولة يعني حتى لو انا مبتكر شيء المفروض تخطفني ويحطونا في مكان المناسب في الدولة عشان اخدم، وبكده نحل مشكلة كبيرة زي مشكلة الأمية داخل المدارس وخارج المدارس في 3 شهور أو 4 شهور، اللي هي بقى احنا عندنا أمية 30 مليون في مجال الأمية اللي مش قادرين يحلوها إلى الآن، فما بيستغلوش يعني الابتكارات. طيب غير الابتكارات أنا يعني الحمد لله اجتهدت وتعبت على ما ربنا سهل وطلعنا بتقدير جيد جدا ومن العشرة الأول على القسم، إلا إن الحكومة طبعا لا تلقي لنا بالا ولا 5% ولا كأننا موجودين في الدولة. فطبعا بدأت أبحث عن حقوقنا بقى، يعني أنا طبعا مرحلة يعني يبقى لي دلوقتي مخلص بقى لي 10 سنين. طيب أنا عايز أتعين، قلت ما نشوف يمكن هم لغوا القانون بتاع 5% فيبقى الدولة ما عليهاش حق طالما لغته. فوجئت ان للاسف ان مصر موقعه على الاتفاقيه الدوليه لحقوق الانسان ان في حقوق للمعاقين في مصر. طيب قلت وفي قانون 5% لسنه قانون 39 لسنه 1979. طب فين القوانين اللي بتاخذ للمعاق حقه في مصر؟ وهي مصر مش دوله صغيره، ده دوله كبيره ولها وضعها على المستوى العالمي. ازاي طائفه كبيره يعني تعدادهم وصل 10 مليون وما لهمش حقوق داخل بلدهم؟ ففوجئت بالتصريحات، قلت ما نشوف تصريحات الحكومه. لقيت التصريحات مثلا الدكتور درويش بيقول ان هو عمل نظام جديد للتيسير في تعيين المعاقين يقوم على اساس اللامركزيه في توفير فرص العمل مع إلغاء فكرة تجميع أعداد الوظائف. وأكد الوزير حرص الوزارة على رعاية طائفة المعاقين وأن يصبح تعيينهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم قاعدة أساسية لها صفة الدوام والاستمرار. إلا للأسف المادة دي غير موجودة بالفعل. طيب إذا كان واحد زي السعيد معاه تقدير جيد جدا ومن العشرة الأوائل على القسم ومؤلف كتابين واخد بهم رقم إيداع وتقييم دولي ومش لاقي حقه في مصر، حقه في الدولة، طب ازاي انت بتدي حقوق للمعاقين وعامل لهم قوانين تيسر لهم ده بقى له 10 سنين؟ يبقى اللي تقديره اعلى تقدير ما خدش حقه في البلد، يبقى اللي تقديره مقبول او اللي معاه دبلوم او معاه معهد يبقى عايش ازاي يعني؟ جينا نبص لقينا برضو السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة بتقول إن في مكاتب التشغيل التابعة للوزارة تقوم بتسجيل وحدة ذوي الإعاقة وترشيحها. طبعا بدأنا نلجأ لمكاتب القوى العاملة عشان ترشحنا لإحدى القطاع الخاص أو القطاع العام، إلا إن فوجئت بإن هم بيرفضوا طلب إن هم يرشحوني لأي مكان. وبالفعل قمت بعمل محضر في وزارة القوى العاملة ومكتب العمل، وعملنا قضية مسكها مستشار كبير في القاهرة اسمه المستشار القانوني إبراهيم خليل ومعاه 4 محامين تابعين له،
غير ان في برضه نظام محامين تبع حقوق الانسان وجمعيات اهليه برضه انضموا في معانا برضه، وبقينا عددنا كنا 10 بقينا دلوقتي 60، وان شاء الله الاعداد في الزياده، لان هي مش حق السعيد بس، ده هي حق 10 مليون دلوقتي، واحنا بنعمل لان كل انسان معرض ان هو يكون معاق. الانسان السليم دوت اذا اتعرض ان هو بقى معاق هيجي يقول فين قانون المعاقين؟ هيلاقيها ما بتتنفذش ومش موجود على ارض الواقع، يبقى هيعيش ازاي؟ برضه السيدة عائشة عبادي بتقول عملوا انشاء صندوق لتمويل مشروعات المعاقين، فين الكلام ده؟ وكل المعاقين ومعظمنا اهوت واحنا عايشين وانا واحد منهم مفيش الكلام ده. برضه احمد الوزير احمد درويش بيقول ان هو عين 24114 من سنة 2004 لعند في خلال 4 سنوات يعني. طيب إذا كنت موظف 24,000 أو 25,000 معاق، طب أنا ما توظفتش ليه؟ وأنا حق واحد في التعيينات وعملت كل الشكاوي، بما فيه إن أنا بعت له شخصيا وبعت لوزارة القوى العاملة وبعت لرئيس الوزراء وبعت لرئيس الجمهورية وبعت لكل مسؤول عشان يشوف القضية بتاعتنا ومفيش. يبقى تصريحات زائفة. وفي حين برضه في خبر بيقول لرئيس الوزراء وفرنا 3 مليون و4 فرصة عمل ضمن برنامج مبارك الانتخابي. طيب يعني في برنامج كبير معمول لتوفير 3.4 مليون. طب إذا كان رئيس الوزراء وفر 3 مليون و4 يعني 3.5 مليون فرصة عمل، طب فين ال 5% في التعيينات اللي هو عملها؟ يعني استبعدنا من التعيينات. ليه؟ تم استبعادنا من التعيينات. حتى التعيينات الحالية بتيجي بمجرد ان مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وكل المسابقة بتنزل دلوقتي بقوا يقتصروا على بعض المحافظات وسايبين محافظة، يعني مثلا المحافظة الغربية سيبوا الغربية والدقهلية والشرقية، بيسيبوا عدد كبير من المحافظات وينزلوها بس على عدد بسيط. فكده طبعا ايه ما ينفعش، واحنا بقالنا 10 سنين يعني ما فيش فرص عمل للمعاقين في مصر. فكان لازم ان احنا نلجأ طبعا للقضاء ضد التصريحات ديت وضد المسؤولين عشان نشوف حقوقنا. والحمد لله قضيتنا الجلسه الجايه ان شاء الله يوم 1/11 وهيطلب النطق بالحكم وربنا يسهل وناخد حكم يعني ينقذ طائفة المعاقين، لأنه مش قانون يعني مش الحكم ده هيفيدنا احنا بس، ده هيفيد كل المعاقين على مستوى الجمهورية، لأن ممكن يستفيدوا بحاجة اسمها ايه المعاملة بالمثل وياخدوا زينا بالظبط لو ربنا سهل. شكرا سعيد، احنا استمتعنا جدا من الحوار معاك، ومن اساس مكتمنوت بالغبرية ما زال يتألق إبداع سعيد ما بين مشروع الحضانة الخاص والكتاب الاختراعات والكتابة، وما زال تتواصل هذا الإبداع، وسنكون نلقاه مرة أخرى معك بعد نجاح الأمر إن شاء الله، ونعمل مستقبلا لو في أي شيء يقدر نكون لازم به أضل عطا من شخص متميز زيك ونكون له ثبت معنا إن شاء الله. شكرين يا أستاذ.